مزيان بحال هكا. غادي نرجعها لو بول كما كتشوفوا هنايا في هاد الميكا هادي اولا حتى في الطاسه. غديروا شويه ديال الزيت وغادي تخليوها ترتاح مزيان. كل ما ارتاحت مزيان كل ما كتجي العجين زوينه. فهنايا البنات درت هنايا بصيله قطعتها، غادي نشحرها مع شويه ديال الزيت البلديه. هنايا كنضيف العطريه بطبيعه الحال، البزار، الملحه، يعني العطريه كلها غادي نضيفوها. غادي نضيف الخرطوم صافي البنات، وكنخليو هاد المكونات هادي، يعني البصله كتشحر مع العطريه. هنايا ضفت الملحه صافي البنات. كنخليو البصيله ديالنا تشحر مزيان كما كتشوفوا. من بعد ما تشحرات، من بعد ما دبالت، ضفت عليها خيزو محكوك، يعني كيبقى داكشي بالنسبه للكميه كتبقى اختيار ديالكم. فانا هنايا ضفت خيزو، جوج خيزويات. وهنايا ضفت الكفته من بعد ما دبالت ليا الخيزو والبصله، ضفت الكفته. بالنسبه للحشوه يمكن لكم كما كنقول لكم يعني اللي متوفر عندكم، يعني الدجاج، البيبي، الكفته اللي متوفر عندكم البنات. صافي البنات غادي نخليو الكفته طيب مزيان. هنايا من بعد ما طابت لينا الكفته كنضيف ليها ثومه غبره. ضروري ما نضيف الثومه غبره، زوينه كتجي لذيذه. واللي ما عندوش ثومه غبره يمكن له يدير الثومه العاديه، يحكها مزيان ويديرها. صافي البنات غادي نخلي هاد العناصر حتى هي طيب مزيان. صافي من بعد ما طابت لينا هاد الكفته والبصله وخيزو كنضيف عليها الشعريه اللي ديجا رطبتها في الماء سخون. غادي نضيفها على هاد المكونات، غنخلطها مزيان حتى كتشرب ليا. صافي البنات نشحروا داك المكونات مزيان باش حتى الشعريه ما تبقاش يعني فيها الماء. من بعد ما تصفات انتما كتشوفوا البنات، دابا غادي نضيف عليها تحميره وكذلك الهريسه، يعني الفلفله حاره. هنايا ضفتهم بجوج، ضفت التحميره وضفت الفلفله حاره. الا كانت عندكم يعني الهريسه كتضيفوها. فهنايا كنضيف شويه ديال الكمون. صافي البنات، ولا صوص صوجا طبعا حتى هي كتجي بنينه بزاف هاد الحشوات. هنايا عندي علبه ديال الطون بالطماطم حتى هي غادي نضيفها. وإلا ما كانش عندكم ديال الطماطم ممكن تضيفوا ديال الزيت. فكما كنقول لكم دائما اللي متوفر عندكم في الدار. فاحنا في الحجر الصحي يعني ما كيلزمش علينا اننا ضروري يعني نخرجوا باش نجيبوا الحاجه. لا البنات، خصنا نخرجوا الا للضروره القصوى. فنقضي بداكشي اللي عندي في الدار، ما نخرجش الا ما كانتش عندي يعني شي حاجه اللي مهمه. صافي هنايا كنضيف الزيتون مقطع. فهنايا الحشوه ديالنا واجده، فانا كنضيف غير يعني هاد المكونات هادي اللي ما يعني ما غاديش طيب. يعني صافي كيكون الحشوه ديال البصله وخيزو والكفته طابو. فالبنات هنايا من بعد ما كملت غادي نضيف المعدنوس خضر كنضيفو صافي، وكنخلط مزيان هاد الحشوه هادي. فصدقوني البنات كتجي لذيذه بزاف. فكما قلت لكم البنات كتجي الحشوه لذيذه
وغادي نضيف كذلك الفرماج احمر من بعد. صافي البنات، هنايا عندي العجين ديالي من بعد ما ارتاح مزيان كنفرقو كما كتشوفوا. فرقت العجين ديالي على جوج. هنايا كندير بالزبده، ضروري ما ندهن العجين ديالي بالزبده والزيت. صافي غادي نمشي على هاد الطريقه البنات، وهانتوما خليكم مع الفيديو باش تشوفوا كيفاش كنعمر هاد البسطيلات هادو. كتشوفوا البنات، هادو هما الطريقه باش كنعمر البسيطيلات ديالي، كيجيو على هاد الشكل هذا كما قلت لكم. يعني ديك الطويصه، عفوا ديك الغطايه اللي كنستعمل فهي ديال الشكلاط اولا ديال اي حاجه عندكم، يعني ممكن تستعملوها كتكون بحال داك الشكل هذاك. ممكن غير غطار يكون عندكم بحال هكا، وكتعمروا بهم هاد البسيطيلات هادو. فكتجي الورقه زوينه وهشيشه وكيجيو رائعين البنات. فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم. غنخليكم البنات باش نكمل معاكم وتشوفوا الطريقه يعني كيفاش كدوز هاد المراحل هذه.
تشوفوا البنات من بعد ما انتهيت من يعني الكميه اللي عندي ديال البسيطيلات، هنا كناخذ صفر ديال البيضه، كندير فيها شويه ديال الخل وكنبدا كندهن البسيطيلات ديالي. فكما كتشوفوا كيجيو زوينين البنات ومقرمشين، ويعني ماشي بالضروره اننا نخرجوا باش نشريو الورقه ديال البسطيله، فهادو كيجيو حتى هما يعني بحال الورقه ديال البسطيله، وممكن حتى نبدلو الشكل على المعتاد. فالبنات انا غادي نكمل البسطيلات ديالي، غادي ندهنهم كاملين وغادي نوريكم كيفاش غادي ناخد هنايا يعني عود غادي ندير لهم غير بحال هكا كما كتشوفوا في الفيديو، غادي غير نفسهم شي شويه يعني غير بكوردون اولا بهاد العود ديال الشوا. صافي البنات كيكون عندي الفران سخون وكندخلهم باش كيطيبوا. فكما كتشوفوا البنات هادو هما البسيطيلات ديالنا ديال اليوم، كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجيو زوينين. فانا في الصوره الاولى يعني درت وحدين بالفرomاج، وهادو كما كتشوفوا انا قدمتهم لكم مازالين سخانين فكيجيو رائعين. فبمناسبه رمضان ان شاء الله يعني غيجيونا زوينين للفطور، فكنتمنى البنات انكم ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى من الناس اللي مازال ما تابوناوش معايا في لاشين يتابوناو يضغطوا على الجرس باش يوصلهم جديد القناه. كنشكركم البنات بزاف وكنقول لكم دعموني بلي لايك ديالكم وبالاشتراكات ديالكم، وشكرا لكم، والى وصفه اخرى ان شاء الله. خليتكم على خير.